المنيو بتاعنا زي ما متعودين اقتصادي جدا جدا جدا، بوصفات اقتصادية جدا جدا جدا. اللحوم قليلة، كل واحد على حسب ميزانيته. يعني انت عندك ميزانيتك ممكن تعملي الاكل اللي انا بعمله، بتضيفي ليه لحمة، بتضيفي ليه فراخ، بتضيفي كمان على المنيو بتاعك سمك. كل واحد على حسب ميزانيته. انا ميزانيتي ما يعني زي ما انتم شايفين كده، ميزانيتي على قدي. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بكم معايا في فيديو جديد. النهارده بقى هنعمل مع بعض فيديو منيو الاسبوع. بصوا، انا يوم السبت ده كان عندي حبه تقليه كنت عاملاهم للمحشي، فشلت حبه منهم، تسبيكه الطماطم دي شلت حبه منيهم. وكمان كنت عامله باميه، لو تفتكروا في المنيو اللي فات كنت عامله باميه اللي هي الويكا. جبت نص كيلو 15 جنيه، عملت ربع كيلو بامية ويكا، وعملت ربع كيلو اهو بامية بوراني زي ما انتم شايفين. حمرت التومة وحطيت لها حبة كزبرة ناشفة، وبعدين حطيت عليها التسبيكة اللي كنت عاملاها عشان المحشي، خدت منهم بيدوب مغرفة كده، وعملت بيهم البامية بتاعتي وسبتها. وكمان عندي شوربة من يوم الخميس، طبعا تخلي شويه شوربه كده في التلاجة حلوين للزنقات اللي زي كده، من غير ما تحتاري. وبعدين بقى تشيلي او تشيليها في الفريزر وقت ما يكون ما عندكيش لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه، او عندك يا ستي مثلا بس هتعملي مش هتسلقي مثلا وكده ومحتاجه شويه شوربه، هتطلعي الشوربه وتعمليها. وحبه رز جنبهم كده، قولوا حوالي يعني كوباية ونص رز. تمام. قلبت شوية، بنحب الرز حبة وحبة، فقلبت شوية كده وحمرتهم، وبعدين ضفت عليهم الباقي وحطيت عليهم الملح. ولو عايزة، لو عندك مرقة عايزة تحطي حطي، لو ما عندكيش براحتك. تمام. ولو عايزة تحطي شوربة مكان المية حطي. تمام. وبعدين بقى ده كان الغدا بتاعنا، رز وحبة بامية كده صغيرين، وكمان جنبهم فلفل مقلي. ألف هنا وتمام التمام، كلناه والحمد لله. تمام. عايزة تعملي انت جنبها لحمة بقى، وتعملي طاجن بامية باللحمة وكده، اعملي. يعني مش هيقول لا. اليوم التاني وجيت تاني يوم بصراحة ما عرفتش اطبخ، لاني كنت تعبانة خالص خالص. كان عندي مغص وكده، فما قدرتش اطبخ، وكان ظهري وجعني قوي. فعملنا اول يوم عدس، وتاني يوم برضو عملنا عدس، بس تاني يوم عملنا عدس وجنبيه بيض بطماطم. بس رابع يوم بقى كان اليوم اللي هو قلت بقى لا خلاص، هنقضي الاسبوع كله عدس يعني، لا طبعا. فعملت كشري زي ما انتوا شايفين كده. الاول بقطع البصل زي ما انتوا شايفين، وبعدين بقى هضيف عليه الملح. بصوا، بصلتين 3 زي ما تحبوا، عشان خاطر البصل غالي. بس اليومين دول الاول كان الواحد يعمل بصل كتير ويحط بصل كتير في الكشري بالذات، او في المحشي كمان. بدل ما كنا نحط بصله كنا نحط 2 و3 عشان يدي طعم حلو. تمام. بس دلوقتي البصل غالي، فانتي زي ما تحبي، عايزه بصله 2 زي ما انت عايزه. يعني مش هقولك على كميه البصل. تمام. في ناس اصلا ما بتخزنش بصل، بس احنا الحمد لله الحمد لله قدرنا نشتري ونخزن، لان لازم تخزني بصل وتوم عشان خاطر ما هيفرق معاكي قوي في الميزانيه. هيفرق معاكي لما تروحي تشتري الخضار بتاعك، بدل ما تشتري كيلو البصل عندنا ب30، وصل 30 جنيه. بدل ما تشتري كيلو بصل ب30 او كيلو ونص مثلا، مش هيكفي معاك الاسبوع كمان. لا، انت كان عندك مخزناه، وكنا جايبين الكيلو ب10 و12 و15، وشلنا البصل على جنب والثوم. هنا انا كنت محمر خلاص البصل، حطيت عليه حبه دقيق. بصوا جربته بالخل ما عجبنيش، قلت بقى انا بعمله على طول، بحب اعمله على طول بالدقيق. وهنا حمرت الشعريه وحطيت عليهم حبه رز. طبعا هتعملي حاجات قليله قليله على قدك انت وولادي، عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ما ترميش حاجه، ما تهدريش حاجه. غير بقى لو هتودي طبق لعند الجيران. بص، ولازم كمان انت تودي طبق عند الجيران، تودي طبق عند مش عارفه مين، الدنيا كده حلوه يعني. خليك انت والجيران حلوين مع بعض. تمام. هنا بقى عملت التومه وحطيت عليه وحطيت عليها طماطم، وحطيت عليها كمان كزبره ناشفه وكمون وشطه، وحبه شطه صغيرين كده من ورا الولاد من غير ما يشوفوك يعني. تمام، مش هيقولوا لا. وهسيبها تتسبك كده، هتتسبك تسبيكه حلوه. هنا بقى الرز، حطيت شعريه وحطيت عليه رز ابيض وقلبتهم كويس قوي. لازم الرز بحب يشرب من الزيت، يعني مش مجرد ما احط الرز احط عليه الميه، لا.
تمام. هنا كمان انا على العدس كنت نقعته من بالليل يعني وسبته. بصوا شويه دول هحطهم في كيس واحطهم في الفريزر، لما اعمل كشري تاني هطلعهم واعمل بيهم، يعني مش هترميوا اكيد. تمام. انت ممكن عشان خاطر توفري على نفسك الوقت انك انت تجيبي العدس زي كده وتحطيه في الفريزر، وتحطيه في الفريزر وتستخدميه وقت ما تكوني عايزه يعني. وكمان الحمص نفس الطريقه، وادي الطبق بس هو ناقصه حمص بس تمام برضو. كانت اكله حلوه والحمد لله اليوم عدى على خير. تمام. دلوقتي بقى عملت زي ما انتوا شايفين اليوم الخامس عملنا فيه سلطة، وكمان رز ابيض. الرز الابيض ده اللي انا كنت حاشيه بيه الحمام. بص الحمام ده ما كانش في الحسبان، يعني انا ما كنتش عامله حسابي ان انا هعمل حمام، لا انا كنت عامله حسابي ان انا هعمل دبوسين ووركين. بس بصراحه دول جم من عند ربنا، يعني حماتي بعتتهم لي وكده، فقلت خلاص هنعمل حمام النهارده. بصي سبحان الله ربنا بيبعت من عنده، يعني ما تشيليش هم، ما تشيليش هم حاجه، دايما احنا عايشين بستر ربنا الحمد لله. تمام. فهنا بقى عملت كمان اليوم السادس كان عندي رز وملوخيه. فقلت بقى اعمل جنبيهم طبق فاصوليا كده بسيط. الفاصوليا برضو كنت مخزنه شويه صغيرين كده على جنب في الفريزر، برضو بيفرق جدا. اليوم السابع بقى عملت فيه شاورما. بصراحه انا ما كنتش هعمل شاورما، بس الولد هم اللي طلبوها مني يعني ما كنتش عامله حسابي ان انا راح اعمل شاورما في اليوم ده. هنا تبلت الشاورما. هو يا دوب صدر فرخه، حطيت عليه معلقتين من الزبادي، حطيت عليه بهارات حواوشي زي اللي شفتوها في المشتريات، حطيت عليه نص معلقه، حطيت عليه فلفل اسود، حطيت كزبره ناشفه وبتاع ده، وتوم بودر وبصل بودر، وقلبتهم حلو مع بعض وسبتهم سبتهم يشربوا من بعض لحد ما رحت مشوار ورجعت يعني. تمام. وهنا هعمل شويه رز جنبهم، انا كنت هعملهم سندوتشات بس الولاد طلبوها معاها رز يعني. قطعت عليهم بعد ما اتحمرت الفراخ، قطعت عليهم بصله وبعدين قرنين فلفل وقلبتهم كويس. بس كده حبايبي. وكمان كنت مجهزه طماطم جنبي ومقطعاها يعني، فاحطها برضو عليهم اسيب الطماطم تدبل واسيب الخضار يدبلوا براحتهم. بس كده حبايبي. ده كان اليوم السابع. بص ما شاء الله كده، حبة رز للولاد وحبة شاورما، وكان أكلة تمام التمام الحمد لله. واشوفكم على خير في فيديو جديد. اتمنى منكم اشتراك في القناة ولايك للفيديو، وسلام عليكم ورحمة الله.